السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصدقائي من جديد، فيديو جديد من قناتي، قناة إشراقة سعيدة. ده فيديو زي ما انتم شايفين كده. عملت الصابون البلدي أو الصابون اللي هو بتاع المواعين من الزيت المستعمل. عملته طبعا بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة. وفي مكونات أساسية لازم نستخدمها، وفي إضافات ممكن نضيفها ممكن لا لو متاحة. تمام. وكمان هنتكلم عن استخداماته. طيب يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف عملنا ايه وجبنا ايه المواد السهلة البسيطة والاساسية اللي بنصنع منها الصابون ده. يلا بينا. ده الزيت المستعمل اللي محوشينه بقاله فترة. كان مكان مقلي اي حاجة كنا قالينها يعني. دول كانوا حوالي 4 لتر من الزيت المستعمل. تمام. بنجيبهم. انا كده جبت جردل عشان ياخدهم كده. وده حاجة كده زي مصفى كده. كان منخل قديم برضو. بدأنا ان احنا ننزل كده بالزيت عشان نصفيه. بنصفيه في اي حاجة يعني، في اي مصفى قديمة عندنا عشان ما تتوسخش مكان الزيت وكده. فانا اي حاجة بتتصرفي مش هتستخدميها تاني لأي حاجة تانية، تخليها للاستعمال ده بس، لو يعني لصناعة الصابون. فبتجيبي حاجة كده منخل او مصفى. وبتصفي الزيت منه، بتنضفيه كده، كل الشوائب اللي فيه بتطلع فيه كده. تمام. بعد ما صفيناه بنجيب حوالي كمية من قشر الليمون. كنا برضو محوشينها، انا كنت محوشاها لما كنت عاملة المربى. تمام. ده قشر ليمون. بنغليه على النار في مية. يقعد يغلي حوالي ساعة لحد ما ينزل ميته كلها. تمام. وبنستخدم المية بتاعت الليمون اللي هي ديت. تمام. وبنضيف عليها بقى، بنجيب المادة اللي هي الصودا الكاوية او البوتاس او اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. تمام. دي مسميات مختلفة له. فهنا ضفنا حوالي نص كيلو بوتاس على اللتر مية الليمون. وحطيناهم على 4 لتر زيت كده. تمام. ودول هما المكونات الأساسية بتاعتنا مع التقليب المستمر. أهم حاجة بقى بعد ما نضيفهم على بعض كده لازم بقى نفضل نقلب كتير، حوالي مش أقل من نص ساعة أو ساعة، لحد ما نلاقي بنحس خلاص بقى ان ايه. تشوفوا دلوقتي ان هو تخن معانا بقى، ايه المادة بقت خلاص، بقت اتحولت لصابون. تمام. ضروري نكون لابسين كمامة عشان البوتاس بيطلع دخان كده لما نفضيه. وكمان ما يكونش فيه اطفال واحنا بنعمله. تمام. وناخد بالنا ان ايدينا ما تلمس البوتاس، يا اما نكون لابسين جلافز. تمام كده. احنا كده مستمرين في التقليب. البوتاس ده بنجيبه طبعا من عند اي عطار، نسأل عليه عند العطار عن مادة الصودا الكاوية او البوتاس. تمام. طيب، دي كده حطينا المكونات الاساسية وبنقلب. ايه بقى الاضافات اللي ممكن نضيفها او منضيفهاش على حسب الرغبة؟ بنضيف عليهم شوية صابون سايل، اي نوع صابون سايل. انا هنا ضفت اوكسي يعني عشان ريحته قوية شوية. وكمان بنجيب شوية رابسو كده، اي نوع رابسو برضو، او رابسو اوكسي برضو بنحطهم علشان الريحة. بنضيف لو عندنا فانيليا، روايح فانيليا بنضيفها. تمام. جليسرين، لو عندنا برضو جليسرين بنحطه علشان يحافظ على ملمس ايدينا لما نستخدمه بعد كده. تمام. كمان بنضيف شوية خل. وكمان مية ورد. تمام. ورد كده او موارد. بنضيف اي حاجة من الحاجات دي على حسب ما هي متوفرة عندك بتضيفي منها. تمام. دي اضافات بتخلي ايه، بتخلي عشان الريحة الملمس بتاع الصابون ما يبقاش قوي على ايديكي وانتي بتستخدميه فيضرك. ده علشان كده بس. تمام. هنا طبعا مع التقليب اهو مستمر اهو الربس لما ضفته في الاخر. طبعا لو عايزه تضيفي دقيق، شويه دقيق صغيرين ممكن تضيفيهم عادي، مش عايزه خلاص.
يعني على حسب سمك الخليط معاكي، لو لقيتيه لسه سايل شوية معاكي لسه ما جمدش، فممكن تضيفي شوية دقيق صغيرين. ودي طبعا بعد استمرار حوالي اكتر من نص ساعة تقليب. تمام. وصلنا للمرحلة دي كده. شايفينه بقى شكله رهيب، واللون فتح معانا خالص. شو فاكرين اللون الزيت كان لونه غامق مكان الزيت ما هو كان مستعمل. شايفين لونه بقى حلو قوي وذهبي كده. تمام. لو عندنا بقى اي لوح كده، احنا ده صاجع كان عندي، فردت فيه كيسة كده بلاستيك من تحت، وضفت عليه الصابون او لوح خشب كده، بس يكون يعني الايه متحدد من الجناب، عشان ايه يتحدد الصابون ما يطلعش منه. تمام. ونثبته عليه كده، نسيبه طبعا عليه بقى كده حوالي يوم ونص. لو في حر جديد يعني بنسيبه يوم ونص ينشف كده، وبعد كده بنقطعه. لو في سقعة ممكن نسيبه يوم بالكتير، يعني يدوبك تاني يوم ممكن نجيبه ونقطعه. بنقطعه طبعا كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. اوكي، ده ممكن تفضيه في اي حاجة عندك مش عايزاه، يعني ممكن تصرفي، يعني بتفضيه في ازايز، بعد كده ممكن تقطعيها في علب زبادي، علب مش عندك مش محتاجاها بتقطعيها، بتفضيه فيها وبعد كده تقطعيه. طبعا بنقطعه زي ما احنا عايزين بالحجم اللي احنا عايزينه. هنا كده بقى ايه اتقطع كده مكعبات بعد ما نشف في الهواء حوالي كان تاني يوم. تمام، يعني بعد قولي بعد مرور 24 ساعة عليه. فتقطع كده. وبعد كده هنسيبه في الهواء. بعد ما نقطعه كده هنسيبه برضو، هنرجعه في الهواء او في الشمس، يعني المهم في مكان يكون هواء. وناخد بالنا ان يعني ما نحطوش في الهواء الطلق كده، عشان لو الدنيا شتت او حاجة، يعني لو على سطوح او كده ناخد بالنا. يعني المهم يكون في مكان يكون فيه هواء وخلاص. طبعا بنسيبه بقى حوالي اسبوع لحد ما ينشف خالص. يعني المهم ان هو ينشف، وكل طبعا ما تسيبيه كل ما ينشف، يعني عبال بقى ما تسيبيه وتستخدميه بتاخدي منه يكون في مكان، يكون مكان جيد التهوية. ليه؟ لان لما بتسيبيه في مكان مهوي كده بينشف معاكي، تيجي تستخدميه بعد كده ما تلاقيش الصابونة دابت معاكي بسرعة. تمام. طيب الصابون ده طبعا استخداماته ايه كده على السريع؟ بنستخدمه حلو قوي في الاطباق، في غسيل الاطباق، المواعين اللي هي الالومنيوم بالذات. لما تحطيه على قطعة حتة سلكة وتدعكي هتلاقي راحت جميل جدا، بتنور المواعين. تمام. طيب لو لقينا بقعة على الغسيل او في الملابس، يعني بقعة من الشحم او حاجة زي كده، وطبعا مش بيطلع بسهولة، الصابون ده انا مجرباه في الحاجات دي حلو قوي، في لما بيطلع اي بقع من الشحم او كده. لو دعكتيه بيها وغسلتيه كذا مرة بمية سخنة هتلاقي طلعت بسرعة، فده حلو قوي لاي بقع من النوع ده. تمام. شايفينه بقى عامل ازاي كده؟ بسم الله ما شاء الله، كانت عمل كمية كبيرة معانا. وكان حلو قوي، وعلى فكرة رغوته جميلة جدا. وبينضف اي اسطح بتستخدميه على الرخامات، في البوتاجاز، في المواعين، في اي حاجة بتستخدميه بينور وبينضف معاكي قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم معانا. ما تنسوش تعملوا لي لايك، هكون سعيدة جدا جدا. وسبسكرايب للي لسه مشتركش في القناة. كنت معكم أسماء شعبان، وإلى اللقاء في فيديو جديد، ومع ألف سلام.